السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رحلتنا إلى السعودية أو إلى الحدود ما بين السعودية وقطر، إلى ريتاج سلوى، يعني الفندق والمنتجع اللي جاي على الحدود ما بين قطر والسعودية. ولكن وجهتنا راح تكون الألعاب المائية، الشلالات الصحراء اللي موجودة على مقربة من المنتجع. فوتنا نهار بزاف شباب، وحبيت نشارك معكم بعض الصور وبعض المقتطفات والألعاب وكيفاش فوتنا نهارنا. اذا نبداو بالامور التقنيه. الامور التقنيه انه كيفاش تشرو لي تيكيت تشروهم من تطبيق كيو تيكيت او موقع كيو تيكيت وتخيروا، يعني كل الكبار عندهم سعر والاطفال عندهم سعر، وتخيروا نهار وتخيروا العادات اللي حابين تروحوا فيها. احنا بين اربعه كلفتنا حوالي 900 ريال، على بالي بلي مبلغ شويه غالي، ولكن شوفوا المكان فريمون يستاهل. بكرنا الصباح، ممنوع انكم تدخلوا الماكله ايتو، مي الحمد لله خلاونا ندخلوا، كان راجلي ريجيم ايتو خلاونا ندخلوا. فيها عده العاب، احنا خيرنا نقعدوا هنا قدام الالعاب نتاع الاطفال. وشوفوا كيف جايه مخدومه على شكل كهوف. الماء رحنا احنا في عز الصيف، الماء كان بارد، يعني منعش، ماشي بارد اللي بردك وماشي سخون، على حسب الجو. كان منعش الماء بزاف شباب. والاطفال هنا هاد المكان من اولادي ما خرجوش. الحاجه اللي عجبتني كاين لا سيكوريتي في كل زحلقيه، في كل هباطيه، في كل دوره كاين اجون خدمته فقط يعس الاطفال، يعني تروحوا تخلوا اطفالكم تقعدوا وتكونوا مهنيين. شوفوا الجهه الثانيه اللي عجبتنا هي هذا المسبح وين كاين الامواج، وكاين حتى يعني جايه فيها فون بالعقل حتى تهبط الفون. هذه البلاصه بزاف شابه، وسمعوا صوت الامواج. وكاين عدة ألعاب. كاين النهر، كاين يعني نهر انه تعوموا فيه هكا، يديروا على كامل الحديقة. كاين بزاف بلايص وين تقعدوا، كاين كراسة، كاين طوابل. انا اللي عجبتني كامل هي هادي نتاع الكوبرا، لي طوبوغون فريمون درنا فيهم راينا. مي هادي تاع الكوبرا بزاف شابه، سي فغي تعياو تطلعوا بالك واحد 6 طوابق ولا. تشوفوا المنظر من الفوق، تشوفوا كامل المنتجع، وتشوفوا الحدود السعوديه. ربي يرزقنا زيارتها وزياره بيت الحرام ان شاء الله يا رب. اذا الان خلونا في الكوبرا. شوفوا هذه التهويده، ما نقول لكم دوماج انت هذه انك تصوري وتردي التليفون تاعك، سينون لو كان صورت لكم. دونك فوالا، هاي ليك الهبطه. دوك تشوفوا الهبطه كيفاش راح يهبطوا. هنا فريمون هبطه 90 درجه. اذا هاد الالعاب تاع طوبوغون لازم الطفل يكون فوق 120 متر. بنتي لعبت حتى شبعت، وولدي مالوروزمون نو ما لعب. هاد لي طوبوغون كامل لعبتهم، كامل طلعتهم وحدي مع بنتي مع راجلي، درت فيهم راي فريمون. هادوك الدراهم تاع لو تيكي حللناهم بعد خلاص عينا، درنا يوم بتيت بوز كما قلت لكم. احنا كنا قاعدين اون فاس لوين يلعبوا الدراري، باسكو باش نعسوهم ونكونوا قراب ليهم. هما كانوا ما خرجوش ولادي من الالعاب. خلاص جا وقت الفطور. سؤال مهم، اذا كاين تماك الفطور؟ نعم كاين الفطور، وهاوليك المنيو. تشوفوا الاسعار كيما كاع الاماكن اللي جايه معزوله وما عندكش الدغوا تدخلي الماكله، راح يكونوا تماك دي ريستورون، ولكن الاسعار نوعا ما غاليه. ايه واش راح ديري؟ دونك فوالا، هاوليك بعد ما وجدت لا كوموند تاعنا. فطرنا الحمد لله، كوموندينا دي فريت مع شاورما سلطه ورز، جو دي سالاد هكا خفاف، حمص اكسترا، والحمد لله شبعنا الحمد لله. بعد الفطور هينا الدراري ما ياوش عاودوا راحوا كملوا يلعبوا في هاد المنطقه. هذه بلاصه شابه بزاف، يعني تاع الاطفال ما يكرهوش منها. فيها طلعه، فيها هبطه، فيها وين يتزحوا، فيها وين يتعلقوا، فيها فريمون هادي برك غير هادي الدراري ما حش يخرجوا منها. الحديقة
الحديقة تنقسم إلى جزئين، جزء مغطى مظلل وجزء لا، يعني ما فيهش. كنت تشوفوا ما جايش الفوقة ماشي مغطي. إذا حنا مع العشية كي بدات تبرد الحالة رحنا للجهة الثانية اللي هي مشمسة شابة بزاف. هنا شوفوا راني نطلع وخايفة نزلق، خلاص كبرت قاعدة نشد وطلعة خاص شعيت فريمون طلعي هبطي طلعي هبطي. فوتنا نهار غير نجري مور الدراري، والدراري بسلامتهم ما يحبسوش. دونك هنا هذه الجهه اللي جايه ماشي مغطيه، جايه يعني معرضه للشمس كما كنتوا تشوفوا، ما جاياش كلي كهوف. ثاني ايضا كاين دي طوبوكون، كاين هنايا مخدومه هذه على شكل سفينه، والدراري يطلعوا يهبطوا يتزحلقوا يرموا روحهم. مهم الدراري راح يبروفيتو، حتى الكبار ولا حتى حنا يعني الحق ويقال بروفيتينا. هنا كما راكم تشوفوا هنا هذا الشاطئ نتاع المنتجع، وجاي يعني تاني اكسيسيبل من حديقة الألعاب المائية، تقدروا تروحوا لحديقة المنتجع. احنا رحنا في ايام الاسبوع، رحنا في الصيف يعني. هذا الفلوق اللي نحطه لكم راهو فريمون قديم. رحنا في الصيف وكانت الحاله فارغه، حتى مع العشيه الناس بدات تجي. مي انا بالنسبه ليا الا حطيت 900 ريال سموني نحللها، سموني نجي من 10 تاع الصباح حتى العشيه. اذا كما قلت لكم رحنا في الصيف وما حسيناش بالسخانه، يعني وقت القيله فوتناها في الاماكن اللي كانت مغطيه. وكي برد شويه الحال مع مور الربعه يتوعد باش رحنا للاماكن المشمسه. اذا هذا هو الشاطئ، شاطئ تاع المنتجع. ثاني كان فارغ ما فيه حتى واحد. انا ما رحناش للشاطئ، كنت حابه نوصل للماء بعد عاودت رجعت للحديقه عادي. دركا نخليكم تسمعوني انا وبنتي كنكونوا نلعبوا، سمعوا الصواه. من كثرة اللي عيطت يومين وحلقي خلاص بون لازم لها قهوة باسكو خلاص راسي وجعني. وطاح الليل حتى في الليل يعني شعلوا الأضواء كما راكم تشوفوا. كان جو شباب، جا برد الحال مع الماء لا فخيشور، يعني كان الجو ما شاء الله. شوفوني انا هنايا في هاد الزحلقيات قلت لكم درت راهي ما حبستش مالغري تعياي طلعت على الدروج فريمون تعياي. مي ما تكرهيش والله، ما يعني تفوتوا النهار ما تكرهوش. عندكم بزاف حاجات ديروهم وهكاك تروحوا وتحسوا باللي مازال كنتوا قادرين تلعبوا هذه اكثر ولا هذه اكثر. من بعدها كاين وين تدوشوا، كاين وين تبدلوا الملابس تاعكم، كاين وين تخبوا الملابس تاعكم، يعني كاين دي كلوزت وين تحطوا ملابس تاعكم بيان سور افيك ان بري اديسيونيل. سينون تقدروا ما تستعملوهمش، تخلوا ملابسكم وين قعدوا. كاين كما قلت لكم كاين بزاف لي زوبسيون، كاين طوابل بالكراسه، كاين دي ترونزات، كاين يعني كيما تحبوا واش ما تحبوا وين ما تحبوا كاين وين تقعدوا. الان بالنسبه للسؤال اللي طرح عليا بزاف كي حطيت لكم في انستغرام ودرت لكم هكا كلك ستوري. دايوغ هذا هو الانستغرام تاعي، ما تنساوش تتبعوني تما. اذا السؤال مطروح الى هل المكان عائلي او هل المكان يعني محترم، بكل صراحه نقدر نقول لكم 90% من الناس هما عائلات ومسلمين ومتحجبين ولابسين لبس يعني كوريكت. مي ما نقدرش عليكم كاين ديك 10% 7% نتاع اللي يلبسوا يعني دو بياس اكسيتيرا. دونك يعني بكل صراحه كاين ناس اللي ممكن ما يعجبهمش الحال فيها يلقاو العرا. وكما قلت لكم انا رحت في يامات تاع السخانه، ورحت يوم تاع اسبوع، ما رحتش وقيله ويكاند، رحت يوم تاع اسبوع عادي وفوتنا نهار بزاف شباب يعني الحمد لله. الان تبقى هذه الامور نسبيه لكل واحد، كاين اللي يتقبل يشوف يغمض عينيه، كاين اللي ما يتقبلوش والو. هذه الامور تبقى نسبيه، ولكن كتجربه للاطفال مكان ممتع جدا. نعرف انه السعر غالي شويه ولكن يعني كتجربه ما شاء الله. اذا هذا هو الفلوق تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. كانت يعني سريعه، حاولت اني
حاولت اني نختصر فيها واش فوتنا واش عشنا واش شفنا من 10 تاع الصباح حتى ل7 تاع العشيه في شلالات الصحراء. نتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش تعملوا لي لايك وتخلوا لي كومنتير تقولوا لي اذا عندكم شي اسئله وتقولوا لي رايكم في هذا الفلوغ. وما تنساوش تابونيو في قناتي وايضا الانستغرام تاعي نخلي لكم كامل في صندوق الوصف. على هذه معليا غير نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في راحتكم. باي باي.